برشلونة في أزمة بشكل رسمي، فريق يعاني، مدرب لا يجد الحلول، مدرب يتسخط، عاد لكي يترك صورة سيئة في دوري أبطال أوروبا أمام أنتوربين الذي لم يحقق نقطة واحدة فقط قبل هذه المباراة. واش نهاية البارسا قربات؟ هذا هو السؤال اللي كيدور في دماغ كل برصاوي، وماشي غير البارح ولا اليوم، ولكن لمدة 3 سنوات تقريبا، وخصوصا هذا العام اللي بانت المعاناة الحقيقية وباللي كاين شي مشاكل عميقة في النادي الكتالوني. نرجعوا واحد شوية للور وبالضبط مع بداية هذا الموسم. البارسا دارت انتقالات اللي كلشي كان متفائل بها، خصوصا قدوم جواو فيليكس وجواو كانسيلو، لدرجة كنا كنسمعوا باللي البارسا صافي غترجع للهيبة ديالها. وتشافي هرنانديز براسو كان قال في واحد التصريح باللي هذا الموسم غادي ينافسوا اوروبيا، يعني صافي معولين يمشيو بعيد في الشامبيونز ليغ. وبالفعل كانت بدايه الموسم عند البارسا مزيانه، وبان تاثير لاعبين جداد والمنظومه تحسنت بشكل ملحوظ. لكن مع مرور المقابلات بدا كيبان اللعيب لدرجه ليفاندوسكي نسى طريق الشبكه، هو اللي كان الهداف ديال لا ليغا الموسم الماضي. ولكن بقاو عاديين كيرقعوا، المهم مره كيربحوا مره كيتعادلوا. حتى هاد الايام القليله الماضيه فين صافي بان اللعيب بزاف، وزادتهم اصابه كافي اللي صافي مشى ليه الموسم. خسروا مع جيرونا ب4-2 وبطريقه ما كتليقش بنادي بحجم البارسا، وزادوا كملوها بخساره ضد الفريق البلجيكي رويال اونتري في الشامبيونز ليغ ب3-2 بواحد الاداء جد مخيف. وهنا فين تصدع والضغط ديال بص على المدرب تشافي هرنانديز، اللي بزاف ديال الصحف ولات كتكلم على الاقاله ديالو. فراه ماشي بعيد نسمعوا تشافي كيخرج من البارسا في اي لحظه، ولان المثل كيقول المصائب لا تاتي فرادى. ايام قليله باش ناض الصحفي الايطالي المشهور فابريزيو رومانو وصرح باللي نادي باير ميونخ مهتم بالخدمات المدافع البارسا رونالد اروخو، وهذا الخبر زعزع جماهير البارسا. وقال ايضا الصحفي رومانو ان باير ميونخ مهتم جدا بخدمات اروخو، وحتى المدرب توماس سوخيل معجب باللاعب، وان نادي البافاري تواصل مع اروخو. وزاد قال الصحفي باللي اروخو كان قال ماشي مره ما جوج باللي هو مرتاح في البارسا وناوي يجدد معاهم العقد ديالو. واش في نظركم البارسا تقدر تبيع اروخو افضل مدافع عندها، خصوصا في هذه الازمه الماليه اللي كتعيشها؟ وبغيت نعرف رايكم في تشافي، واش يستاهل يبقى كمدرب الفرقه ولا لا؟